تخيل معاي تشتغل مع إنسان 10 سنين وتخلص في الشغل، وفي الأخير يجازيك بالسجن لمجرد إنك قررت تسيبه وتمشي تعيش حياتك. في الكويت بتحصل وبيحصل أسوأ من كده كمان، فتعالوا معاي. من ضمن القصص اللي مرت بي وأنا في حبس دوار عظام بالشويخ، شاب اسمه مكاني زمان من دولة مالي، بيقولوا له في الحبس عبد الله، شغال في شركة اسمها كلين كامباني، مندوب له 10 سنة، واصبح فاهم الشغل كله والعجله اللي بتحرك الشركه، وراتبه في العقد 600 دينار، بس الكفيل بيديه 300. قدم كندا واتقبل. قرر يمش الكفيل اللي اسمه مشاري العنزي بين قوسين ابو احمد، الظالم رفض، فقال للكفيل طيب اديني الراتب اللي مسجل في العقد، على الاقل اقدر اجيب زوجتي واولادي هنا. وبرضه رفض، وقال له تشتغل كده بس وبمزاجي. واصبح حتى الراتب اللي هو 300 دينار ما بديه له. في الاخير عبد الله زهق وقال لهم تدوني راتب كويس بشتغل، وقعد في البيت رفض ينزل الشغل. طبعا مشاري عنده علاقات ومقتدر شديد، على طول جات المباحث قبضت على عبد الله من السكن بدون اي تهمه، وقالوا له عليك اشتباه. ثم ودوه مطعم قابل كفيله مشاري العنزي، وقال له ديل ناسي اما ترجع الشغل او حتعفن في السجن 4 سنين. وبرضه عبد الله رفض وقال له ربنا موجود. الكلام ده كان يوم 6 شهر 11 2023، يعني حاليا له أكثر من 4 أشهر في الحبس، وده رقمه المدني ممكن تشيكوا عليه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. إن شاء الله الفيديو ده يتشير، ممكن يقع في يد وزير أو مسؤول ابن حلال بيعرف ربنا ويساعده، أو يوصله للسفارة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.